لكني لا أرى أي أمل بكل صراحة. بروفيسور، لنتحدث الآن على ما نوصفه بالربيع العربي. بدأ سريعا، لحظة قصيرة من الفرح العارمة والحرية، والآن يبدو أن ذلك الربيع العربي، أو سميه ما شئت، لك اختيار الوصف، يبدو أنه توقف. ماذا حدث في العالم العربي؟ ماذا رأينا حقيقة؟ قل لنا من منظورك وبكلماتك ماذا حدث خلال السنوات الثلاث الماضية. هناك منطقتان محتلتان في العالم العربي، فلسطين والصحراء الغربية. لقد بدأ الربيع العربي في الصحراء الغربية قبل شهر من أحداث تونس. كانت هناك مدينة الخيام واحتجاجات سلمية بالصحراء الغربية ضد الاحتلال المغربي، وتم فض الاحتجاجات بالقوة، ورفض مجلس الأمن التدخل رغم أنه مخول بذلك، وهو مسؤول فنيا عن مسائل تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا. ثم بعد